كنت فاكر إن التوتر بيخليك دايما متضايق وبس، يبقى لازم تعرف إن التوتر ممكن يرفع ضغطك، يبوظ هضمك، يزود وزنك، يضعف مناعتك، وحتى يسرع شيخوخة جسمك. وده كله بيحصل وانت عايش يومك عادي. خليني أشرح لك إزاي ده بيحصل خطوة خطوة. بس قبل ما نكمل خلينا نوضح نقطة مهمة. في نوعين من التوتر: الأكيوت ستريس أو التوتر الحاد، بيحصل لفترة قصيرة زي امتحان أو موقف مفاجئ. بيطلع الأدرينالين يزود تركيزك ويزود سرعتك، وده بنسميه الفايت أو الفلايت مود. وبعد ما الموقف بيخلص جسمك بيرجع طبيعي، ودي حاجة مفيدة جدا للتعامل مع الأزمات. لكن لما التوتر بيفضل مكمل أيام أو أسابيع، ساعتها هرمونات التوتر بتفضل عالية طول الوقت، ودي مشكلة العصر. وكل اللي هنتكلم عنه دلوقتي مش بسبب التوتر العادي، ولكن بيحصل بسبب التوتر المزمن أو الكرونيك ستريس. التوتر المزمن يعني جسمك عايش في حالة طوارئ 24 ساعة. تخيل عربية دايسة بنزين على الآخر من غير فرامل خالص. ده بالظبط اللي بيحصل لجسمك. ولما ده بيحصل الغدة الكظرية بتفرز الكورتيزول والأدرينالين، والهرمونات دي بتمشي في الدم وتوصل لكل عضو في جسمك. أول محطة غالبا هي القلب، فالأدرينالين بيزود ضربات القلب وبيرفع الضغط، ومع الوقت ممكن يحصل ارتفاع ضغط الدم المزمن. الكورتيزول كمان بيأذي جدار الأوعية الدموية ويبوظ وظيفتها، ودي بتبقى البداية لتصلب الشرايين والجلطات والأزمات القلبية والسكتات الدماغية. يعني التوتر هنا خطر حقيقي، مش مجرد إحساس وخلاص. أما المخ فبيفضل مشغل وضع الطوارئ، الجهاز العصبي اللا إرادي شغال طول الوقت، والنتيجة قلق وتشتيت وإرهاق ذهني وإحساس بعدم الراحة دايما. التأثير ده بينزل كمان للجهاز الهضمي، نلاقي لخبطة في حركة الأمعاء، أعراض القولون العصبي، حرقان بالمعدة، انتفاخ مستمر. وكمان بيحصل تغير في بكتيريا النفع، وده مش بس هيأثر على الهضم، ده هيأثر على جسمك كله زي ما هنشوف في الحلقة بتاعة بكتيريا الأمعاء إن شاء الله. طيب ليه بنلجأ للأكل وقت التوتر؟ الكورتيزول بيزود الشهية خصوصا للسكريات والدهون، يعني سعرات زيادة ودهون بطن عميقة اللي هي الدهون الحشوية أو الفيسرال فات. وخطورة الدهون دي إنها بتفرز مواد التهابية اسمها السيتوكاينز، ودي بتزود خطر مقاومة الأنسولين وأمراض القلب المختلفة. أما المناعة في الأول ممكن تنشط، لكن مع الوقت بتضعف وتلاقي نفسك بتتعب بسهولة، والجروح بتلتئم بصورة بطيئة جدا. ولو فاكر إن كده كفاية، لأ، ده التوتر المزمن كمان بيأثر التيلوميرز. تيلوميرز أو التيلوميرات دي زي غطا بيحمي الخلايا، كل ما يقصر الخلايا بتشيخ أسرع. وده كله بيظهر في حياتك اليومية: حب شباب، تساقط شعر، صداع مستمر، شد عضلي، إرهاق، ضعف تركيز، ومشاكل جنسية. يعني التوتر مش مجرد إحساس جواك، ده سلسلة تأثيرات بتبدأ بهرمون صغير وتوصل لكل خلية في جسمك. والسؤال بقى، هل نقدر نوقف ده؟ وإزاي نتعامل مع التوتر من غير ما يدمر صحتنا؟ وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية إن شاء الله. دمتم بصحة وراحة بال دايما يا رب.